بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم عبد الله رخا. معانا النهارده فيديو جديد وهنتكلم فيه عن الهونر 8. الهونر 8 اللي لسه ما يعرفوش هو اخر موبايل من شركه هواوي من سلسله هونر، واللي من رايي هو اجمل موبايل نزل في السلسله دي. هنتكلم النهارده عن بعض المميزات اللي موجوده فيه، وبرضه كنت اتكلمت في فيديو تاني عن بعض المشاكل اللي موجوده فيه هيظهر فوق على الشاشه دلوقتي، وهسيب لكم الرابط في الديسكريبشن تحت. فمن غير ما اطول عليكم خلينا نبدا مع بعض باول ميزه. اول ميزه في الهونر 8 من رايي هو التصميم. غالبا كل اجهزه هواوي بتنزل من المعدن، لكن الهونر 8 نازل كله من الازاز ولاول مره من شركه هواوي. ومش بس ازاز عادي، لا ده ضاف لك 15 طبقه من الازاز في ظهر الجهاز، بحيث انك مع كل حركه للموبايل ظهر الموبايل لونه بيتغير نسبيا، فبيديك جماليه اكتر للموبايل. وغير طبعا ان مسكته في الايد مريحه جدا واحساسه جميل جدا. ده غير طبعا اللون الجديد اللي ضافته شركه هواوي الازرق، واللي اكتر الناس اصلا اللي اشترت الموبايل اشتريته باللون ده، لانه بصراحة لون جذاب جدا. فدي كانت اول ميزه معانا من رايي هو التصميم. وتاني ميزه هتكون حجم الشاشه. اغلب الناس اللي بتدور على موبايل اليومين دول بتحتار ما بين حجم شاشه 5 انش وحجم شاشه 5.5 انش. فهو قالت لا، انا انزل شاشه 5.2 انش، واللي من رايي شايف ان هي انسب حجم للشاشه. ان انا شخصيا لما باجي اختار موبايل بحس ان شاشه 5 بوصه هتبقى صغيره، وبحس ان شاشه 5.5 بوصه هتبقى كبيره وهيبقى صعب ان نستخدمه بايد واحده. الشاشه بتيجي بدقه فول اتش دي، وبتستحوذ على حوالي 72% من حجم الموبايل الكلي، ودي نسبة ممتازة جدا. لو جينا نقارنها مثلا بالايفون 7 والايفون 7 بلس هنلاقيهم بيستحوذوا على حوالي 67% بس من حجم الموبايل الكلي. فبصراحة شايف ان هواوي كانت موفقة في اختيار حجم الشاشة المرة دي كانت تاني ميزة. ونيجي بقى لتالت ميزة. تالت ميزة في الموبايل من رأيي هي الكاميرا. الهونر 8 بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f2.2. فتحة العدسة بالنسبة لي قليلة شوية، لكن معظم الناس اللي جربت الموبايل بتقول ان اداء الكاميرا افضل من اداء كاميرا البي 9 اللي مصنوعة من شركة لايكا. وصعب جدا انك تلاقي موبايل بالسعر ده بكاميرا ممتازة زي دي. في كاميرتين، كاميرا بتصور ابيض واسود وكاميرا بتصور الوان، علشان يديك ديتيلز افضل في الصورة وجودة اعلى. فكده يبقى عندنا 3 مميزات، ومن اهم الحاجات اللي موجودة في الموبايل التصميم والشاشة والكاميرا. ونيجي لرابع ميزة. رابع ميزة من رأيي في الهونر 8 هتكون البصمة. كلنا عارفين ان هواوي بتستغل بصمة الموبايلات بتاعتها في حاجات تانية، مش مجرد انك تعمل لوك للموبايل، زي مثلا انك تنزل شريط الاشعارات او انك تقلب بيها الصور وغيره. الهونر 8 بقى موجود فيه كل ده، لكن مع اضافات تانية. يعني البصمة حاليا بقيت تقدر تستعملها زي الزرار. يعني مثلا تقدر تحدد انك تفتح مثلا اليوتيوب لما تضغط على البصمة مرة واحدة، او تفتح مثلا الفلاش لما تضغط مرتين، او تفتح اي تطبيق تاني لما تضغط ضغطة مطولة. وتقدر تتحكم في التطبيقات ديت طبعا من الاعدادات من جوه. ده غير طبعا ان ادائها سريع جدا جدا، وتعتبر من احسن البصمات اللي موجودة على موبايل حاليا. دي كانت رابع ميزة. وخامس ميزة معانا هتكون السعر. سعر الهونر 8 على الموقع الرسمي للهونر هيكون 400. سعر الهونر 8 على الموقع الرسمي لهونر هيكون $399. ميزة السعر ده هتقدر تستغلها لو انت مش من مصر، او لو عرفت تجيبه من بره مصر بسعره الرسمي. لانك لو قررت تشحن الهونر 8 لمصر باي طريقة شحن هيكلفك في حدود ال 4500 جنيه. وبكده يكون فقط ميزة السعر اللي موجودة فيه، وهيبقى قدامك خيارات تانية في الفئة السعرية دي. لكن لو جيت تبص انك هتدفع $399 على موبايل بالمواصفات دي، فبصراحة هو هيكون انسب خيار ليك. وطبعا كل الاكسسوارات موجودة في سوق دوت كوم في مصر او في دول الخليج. وفي ميزة برضو ان هواوي بتتيح لك ان لو الشاشة اتكسرت منك سواء كنت قاصد او غير قاصد في خلال 4 شهور، فبتقدر توديها التوكيل وبتتصلح في اسرع وقت من غير ما تدفع اي فلوس. دول كانوا اهم مميزات في الهونر 8، لان فيه بصراحة مميزات تانية زي مثلا ان هو بيدعم اليو اس بي سي، وان هو بيدعم الشحن السريع، وانه موجود فيه ال NFC والحاجات دي. لكن من رأيي دول اهم 5 اسباب ممكن يخليك تختار الموبايل ده بالذات عن اي موبايل تاني.
فبس لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، واكيد تشترك في القناة عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية. بشكر كل اللي شاف الفيديو للاخر. سلام.